بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة تانية في مملكة الرشاقة. أنا بعتذر جدا نيابة عن دكتور أحمد الجزار أستاذ أمراض النساء والتوليد، جات له حالة ولادة للأسف فما قدرش إن هو يتواجد معنا، فأنا بعتذر عن وجوده وإن شاء الله يكون موجود معنا في حلقة قادمة. إحنا كنا بنتكلم على رجيم المرأة الحامل أو تغذية المرأة الحامل، وزي ما اتفقنا ان هو موضوع مهم جدا وموضوع شائك قوي وموضوع مش سهل ان اي سيده حامل تبتدي ان هي تعمل رجيم او تعمل دايت زي ما بنقول، لان دلوقتي في ضيف تاني موجود في الرحم ليه احتياجاته الخاصة غير احتياجاتها هي، وليه متطلباته الخاصة بياخدها منها ومن الأكسجين ومن الدم عن طريق المشيمة، ولكن ليه دنياه الخاصة خالص وتغذيته الخاصة خالص. أنا في انتظار اتصالاتكم وتليفوناتكم، في انتظار الاس ام اس بتاعتكم نقدر نجاوب عليها، وهنكمل مع بعض تغذية المرأة الحامل. احنا زي ما اتفقنا وقسمنا تغذية المرأة الحامل إلى 3 أقسام، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وقسمنا كل مرحلة 3 شهور واتكلمنا عن التغذية بالنسبة للسيدة الحامل في كل مرحلة من المراحل على حدة. مهم قوي، يعني أنا هقول رجيم للمرأة الحامل ونقدر إن إحنا نمشي عليه، وهقول التغيرات البسيطة اللي إحنا هنعملها في كل مرحلة من المراحل ديت على حدة. يعني هنقول الرجيم بتاعنا وبعد كده نقول في المرحلة الثانية هنزود إيه أو هنقلل إيه، وفي المرحلة الثالثة هنزود إيه أو هنقلل إيه. يهمني قوي ان انا اقول ان احنا نكسر من ايه ونقلل من ايه في الحمل. خلينا نبدأ بنقلل من ايه. ناخد معانا اتصال ام كريم من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا فندم، عزك الله. اسال حضرتك على الليمون والميه السخنه على الريق الصور في التخسيس. الليمون والميه السخنه. حاضر يا فندم، اشكرك على اتصالك يا فندم. طبعا الليمون يعني فايدته ان هو فيتامين سي. فيتامين سي عبارة عن فيتامين بيتأكسد بسرعة جدا مع السخونة او مع تعرضه للجو. هديلكم دليل بسيط قوي حضراتكم. التفاح مثلا فيه فيتامين سي، لما بكسره واعرضه للهواء شويه بيسمر، هو ده تأكسد فيتامين سي. فبالتالي الليمون لما هسخنه كأنه عديم الفائدة تماما. الحاجات التقليديه اللي في دماغنا لما يجي الولد يجي له انفلونزا اديله ليمون مغلي، ملوش اي لازمه خالص. ما اعرفش ميه مغليه مع ليمون بيتخسس، ما بتجيبش نتائج خالص، وده كلام طبعا ملوش اي صحه طبيه تماما. فأم كريم الليمون بالميه السخنه ما بيفتش، واحنا قلنا قبل كده وصفتين للتخسيس وجايبين نتائج طيبه مع المشاهدين الكرام، فاتمنى ان انت تكوني كنت متابعانا وتبتدي ان انت تتبعيهم. خلونا نكمل الممنوعات بتاعه المراه الحامل. اول حاجه مهمه قوي طبعا، يعني انا ما لهمش كلام بينا لان الحمد لله بناتنا وامهاتنا وزوجاتنا المسلمات ما لهمش فيهم خالص، اللي هم الخمور والتدخين، دول ممنوعين تماما ومش هتكلم عنهم زي ما بنقول لان هم الحمد لله محرمين دينيا وشرعا. نيجي بعد كده الكافيين. ناخد ام لجينة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا فندم. ممكن سؤال دكتور؟ اتفضلي يا فندم. أنا كنت سألتك يعني الأسبوع قبل الماضي عن الأندومتريوز. عن أنظمة إيه يا فندم؟ أندومتريوز. أنظمة إيه؟ عن الأندومتريوز. أنظمة الرياضة؟ نعم. معلش أنا مش سامع حضرتك كويس. أنا كنت سألتك على الانتفاخ على مستوى الرحم أندومتريوز. أيوه يا فندم، أيوه. أنا فاكر سؤال حضرتك وقلته في أول حلقة وهجاوبه لحضرتك إن شاء الله في كلمة في سرك، يعني كمان شوية هتلاقي الإجابة بتاعت حضرتك إن شاء الله. طيب. شكرا يا فندم، شكرا. خلونا نكمل تاني. بنقول الممنوعات. الكافيين اللي هو الشاي والقهوة والنسكافيه والشوكولاتة والكولا، كل دولت بنقول ان هي كافيين. الكافيين للأم الحامل مشكلة كبيرة جدا. المفروض ان هو لا يتعدى 2 كوب يوميا من الشاي، مش من القهوة أو النسكافيه، لا من الشاي. 2 كوب من الشاي يوميا. ليه؟ الكافيين مادة من المواد اللي بتصل الرحم عن طريق المشيمة للجنين بسرعة جدا، ويبتدي ان هو يتأذى منها قوي، لأن الكافيين بيبتدي يعمل ارتفاع للضغط، وكذلك بالتالي هيقلل لي الأكسجين اللي واصل للجنين، ويبتدي الجنين بتاعي كأن أنا دايس على رقبته شوية أو كاتم مناخيره، يبتدي ان هو يتأذى جامد قوي من الكافيين.
فمهم قوي للمرأة الحامل ان هي تتجنب الكافيين على قدر المستطاع، لان زي ما بنقول ان هو مؤذي شوية بالنسبة للأم، بالنسبة للجنين. يبقى احنا ما نزودش من القهوة ولا النسكافيه ولا الكولا ولا الشوكولاتة في فترة الحمل، ولا سيما من الفترة الثانية والثالثة، المرحلة الثانية والثالثة اللي احنا اتكلمنا عنهم. تبتدي الام مهمه قوي برضو كذلك ان هي هتكتر لي من ايه بقى؟ هتكتر من الالبان، ولكن اراعي ان هي تكون البان قليله الدسم او منزوعه الدسم، وكذلك الجبن، وكذلك الزبادي او اللبن الرايب. سورس مهم او مصدر مهم قوي للكالسيوم بالنسبه للام وبالنسبه للجنين، ولكن مهم قوي ان انا اراعي النقطه ديت، ان ما اخدش الدسم مع الحاجات دي. يعني رائع وجميل اللبن، مهم جدا وغذاء مهم جدا 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 بالنسبه للام الحامل، ولكن لما اخده خالي الدسم مش هيضرني، وهبتدي اخد الفايده بتاعته وابتدي اتجنب